لو جسمك معبي فات كتير ما تعملش بالكينج، مش هينفع تعمل بالكينج وانت عندك دهون 18% و20%. لو عملت بالكينج في وقت زي ده جسمك هيبتدي يعبي دهون زياده، هتبقى عمال تزيد دهون مش عضلات. طبيعي جسمك هيعمل حركه زي دي عشان الفات اللي عنده كتير، الدهون اللي في جسمك كتير، فطبيعي ان هو هيبتدي يزودها زياده، لان هو مش لين. اللين يعني ايه؟ يعني جسمك عضلات صافيه، عضلات بيور، والحرق بتاعه ساعتها بيكون عالي جدا من كتر ما الفات برسنتج قليله، نسبه الدهون قليله والعضلات هي اللي كتير. والعكس لو انت اصلا ناشف وجسمك تحت ال 12% ما تروحش تعمل كاتنج في وقت زي ده، انت هتنشف زياده هتوقع كتله عضليه. يعني من الاخر اعمل بالكينج لما يكون جسمك ناشف، يكون جسمك تحت ال 12%. لو انت محتاج تعمل بالكينج في وقت وشايف ان جسمك دهونه عاليه، اعكس، اعمل كاتنج الاول، نزل الدهون دي بعدين يعمل البالكينج. وبرده العكس، لو انت محتاج انك تنشف ويبقى شكلك حلو وانت اصلا كتلتك العضليه قليله، لو هتعمل كاتنج في وقت زي ده انت هتخسر عضلات زياده، هتبقى بدل ما انت شكلك هيبقى